بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. إخواني في الله، أحبائي في الله، اليوم إن شاء الله بدنا نعيش مع قصة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة يا إخوان تتحدث عن يتيم له بستان. هذا اليتيم ذات يوم أراد أن يبني سورا على بستانه خوفا من اللصوص وخلافه، فاعترضته نخلة اجت بنص السور، يعني هو سكر بالسور اجت بطريقه، تمام. فهذه النخلة لجاره هذه النخلة شو بده يساوي، شو بده يعمل؟ راح على جاره وهو يعلم أن جاره سيء، تمام، وما كان مستبشر خيرا. مع انها النخلة يا اخوان، ايش النخلة؟ يعني لا تثمر، بس في ناس شر، خلاص طبعها الشر. فذهب عليه واستأذنه عشان النخلة يشيلها من طريقه. فهذا الرجل رفض، حاول معاه رفض، قال له يا أخي الآن أنا السور كملته، بس النخل الآن يعني هي السبب الآن إنه السور ما كمل، سوري مش قابل يكمل. فحاول معاه ما قبل، قال له طب بيعني إياها، برضو ما قبل. طب شو بده يسوي يا أخوان؟ فشكى للنبي عليه الصلاة والسلام، ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وشكى للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي طلبه لعنده، فلما حضر النبي قال له يا أخي هذه الشجرة يعني أنت مش منتفع فيها، اتنازل عنها لهذا اليتيم الشاب اليتيم. قال له يا رسول الله هذه الشجرة عزيزة علي وأنا بديش أتنازل عنها. استغربوا الصحابة، الرسول قاعد بأمر. قال له الرسول طيب بيعوا إياها. قال له برضو بيع ما بدي أبيعها، النخلة عزيزة علي بديش أبيعها. فالنبي صفن شوي يا أخوان، والصحابة متفاجئين، يعني كيف أنت بترفض أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له تبيعها، تبيع هذه النخلة، تبيعها بنخلة في الجنة يسير الراكب فيها 100 عام ولا يقطعها. تخيلوا عرض، يعني إذا وافق راح الجنة راح، تمام يا أخوان. ومع ذلك هذا الرجل القاسي قال له لا يا رسول الله بديش أبيعها، بده الدنيا يا أخوان. ترى على فكرة ترى في ناس كثير بتموت على الدنيا، في ناس كثير ميتة على الدنيا. بالحضور يا أخوان من اللي كانوا قاعدين كان رجل صحابي جليل اسمه أبو الدحداح. أبو الدحداح يا إخوان عنده بستان فيه 600 نخلة، وفي قصر وفي بئر، والتمر اللي عند أبو الدحداح التجار يتسابقون على الشراء من أبو الدحداح. أبو الدحداح رجل صالح، زكاة أمواله بيطلعها، عشان هيك ربنا بارك له ببستانه. فأبو الدحداح قاعد وبفكر، بقول نخلة في الجنة، شو هذا الأحمق اللي رفض إنه يبيع نخلته؟ يعني هذا حمق إنك تبيع نخلتك بنخلة في الجنة. فقال له يا رسول الله الآن إذا أنا اشتريت النخلة منه، تمام، لي نخلة في الجنة؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم. طبعا النبي يا أخوان لما قال له إلك نخلة لهذا التاجر أو الجار السيء، مش من عنده. النبي قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. فأبو الدحداح إجا على الرجل قال له بتعرف بستان أبو الدحداح؟ قال له من هو بيعرفش بستان أبو الدحداح؟ بستان أبو الدحداح بنضرب فيه المثل. قال له شايف البستان والقصر والبير اللي فيه كلياتن و600 نخلة، شفتن كلهن مقابل النخلة اللي قطعت سور هذا اليتيم. فهذا الرجل بقول لأبو الدحداح أتسخر مني أمام رسول الله؟ مش مصدق. طبعا شغلي بتخشش المخ، شو هالإيمان هذا يا أبا الدحداح؟ فشهد النبي على ذلك، شهد النبي وتمت البيعة، تمام يا أخوان. فقام أبا الدحداح وأعطى هذه النخلة لليتيم وقال له روح كمل سورك.
تمام. رجع أبو الدحداح للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة موجودين، فقال له يا رسول الله الآن انتهت الصفقة، الآن لي نخلة في الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا. قال لا. الله أكبر. طبعا كانت صدمة على أبو الدحداح وعلى الصحابة الكرام، يعني كل اللي سواه أبو الدحداح عشان يأخذ نخلة في الجنة، وإذا أخذ نخلة في الجنة خلاص معناته رايح على الجنة، تأملت الجنة له. قال لا. ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال يا أبا الدحداح ليس نخلة واحدة، ليس بستان واحد، بل بساتين يا أبا الدحداح. فبكى أبا الدحداح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كم من عتق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عتق الرداح لأبي الدحداح في الجنة. شو العتق الرداح يا أخوان؟ يعني النخلة المثمرة. كم من عتق الرداح لأبي الدحداح في الجنة، حتى تمنى الصحابة أجمعون أن يكونوا مكان أبو الدحداح. ثم ذهب أبو الدحداح إلى زوجته وقال لها اخرج من البستان لقد بعته. قالت ولمن بعته؟ قال بعته لله ورسوله، بعته بنخلة يسير الراكب فيها 100 عام. فقالت يا أبا الدحداح ربح البيع يا أبا الدحداح، بالله عليكم لو صاير معانا بقول ربح البيع؟ لا والله، الناس بتقول والله غير سور، يقول شو المجنون هذا. فقالت له المرأة الصالحة ربح البيع يا أبا الدحداح. لكن يا أبا الدحداح شوفوا فكر المرأة، نحن معك في هذه البساتين في الجنة؟ قال نعم. ألم تسمع قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يا الله، أنت وكل الذرية معاي في هذه البساتين. الشاهد من الحديث إخواني حديث عظيم وقصة رائعة. مين بيسويها؟ مين بيعملها؟ في بس قلة. فلذلك يا إخوان السؤال الثاني، أبو الدحداح رضي الله عنه مات، وهذا الجار السيء مات، واليتيم مات. مين اللي كسب؟ سؤال مين اللي كسب؟ اللي كسب أبو الدحداح، اللي كسب أبو الدحداح. الآن أبو الدحداح نحن على يقين الآن أنه الآن في له بساتين عند الله، بساتين من نخيل في رياض الجنة. فلذلك إخواني الله نستغل اليوم عمل وغدا حساب، وغدا حساب بلا عمل. والفالح والناجح اللي بيقدم قبل ما يطلع من هالدنيا. لا تستناش حدا يقدم لك، لا تستناش حدا يساوي لك، لا تستناش حدا يتصدق عنك. تصدق انت، اعمل انت، صلي انت، ولا تستنى حد يدعو لك، ولا تركن على حدا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.